بمكونات سهلة وبسيطة جدا هنعمل أحلى فطاير بسيطة ممكن تنفع للفطار أو للسحور. رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين. هنشوف الموضوع ده هيتعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة من غير أي بهدلة في المطبخ. هنعمل فطاير النهاردة حلوة وسهلة ومش بتاخد وقت خالص. هنقول لكم مكوناتها. هي 1.5 دقيق عادي، وعليها 1.5 دقيق سيمولينا، معلقة كبيرة خميرة، وهنضيف كمان معلقتين سكر، ومعلقة صغيرة ملح، وبعد كده هنبدأ نضيف المية تدريجيا. هي دي كوبايتين مية، وفيها حتى شوية كمان نص كوباية مية جنب احتياطي. هو المطلوب من العجينة دي أساسا بتبقى عجينة سايلة. وعلى فكرة هي ممكن أسهل جدا إن احنا نعملها ممكن نعملها في الخلاط، هتبقى أسهل كتير، أو بالهاند بلندر لو احنا عايزين. أنا هعملها في السريع وهقول لكم لو زودنا مرة تاني. اهو يا جماعة، احنا بعد ما ضربناها، والله هو افضل حل ليها هو الخلاط. انا جربت الهاند بلندر ولطيفة، بس يعني هو افضل حل واسهل لنا الخلاط. هو ده قوامها شوية بيبقى زي الكيك، قوام الكيك بس يعني. وهنسيبها بقى شوية تخمر، وهنجيبها لكم تاني بعد ما تخمر وهنكملها مع بعض. اهي يا جماعة بعد ما خمرت ما شاء الله كبرت، هنضيع بس الخمر بتاعها، وهناخدها في طاسة على النار دلوقتي ونعملها على طول. وفي أصغر طاسة على النار هنبدأ نحط قفل الطاسة، وهنبدأ ندهنها شوية زيت، لأن مفيش أي مواد دهنية أصلا في العجينة اللي احنا عملناها. وهنبدأ على نار هادية. وده يا جماعة بعد الفطاير ما خلصت، يعني ما شاء الله. أنا طبعا ما قدرتش استنى، اكلت واحدة وأنا واقفة قبل ما أخلص شغل أصلا. ده بقى بيبقى لطيف، ممكن نعمله فطار، ممكن يبقى غدا، ممكن يبقى في السحور واحنا جايين. رمضان قرب علينا، كل سنة وانتم طيبين. يا ريت تدوقوه وتقولوا لي طعمه ايه.